الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده. حلقتنا النهارده هنتكلم فيها على ماتش النادي الاهلي وفلومينزي البرازيلي. طبعا امبارح المباراه اللي انتهت بخساره النادي الاهلي بهدفين مقابل لا شيء في نصف نهائي كاس العالم للانديه. هنتكلم عن المباراه بالتفصيل، وهنتكلم عن اسباب خساره الاهلي للمباراه، وهنتكلم عن فكره نص نهائي كاس العالم للانديه بشكل عام مع النادي الاهلي، وايه اللي بيخسرنا كل مره، وايه اللي كان بينقص النادي الاهلي في اخر مونديال هيتلعب بالنظام القديم اللي كان هيبقى فيه فرصه للنادي الاهلي بعد ما البطوله ان شاء الله بعد كده هيبقى فيها يجي 9 كمان انديه اوروبيه هتتلعب بنظام المجموعات. ولكن ندخل على المباراه، وانا هجيب لكم الاخر يا جماعه، وهي حاجه مش جديده على النادي الاهلي ولا جديده اللي انتوا تعرفوها. ايه اللي خسر النادي الاهلي؟ هل احنا وحشين في الملعب؟ لا، اللي خسر النادي الاهلي هو نفس اللي بيخسر النادي الاهلي اي مباراه من ساعه ما كابتن محمود الخطيب تولى اداره النادي. هو اي ماتش بيحصل فيه تقصير في النتائج في الماتشات ما بين اللاعبين، سواء تعادل او خساره، هو سبب واحد وهو اللي خسرنا امبارح، وهو اهدار الفرص. يجي لك فرص كتير تضيعهم كلهم، يا تتعادل يا بتخسر. سيناريو النادي الاهلي من ساعه ما تولى كابتن محمود الخطيب اداره النادي، واللي ليه حسنات كتيره جدا وليه حاجات كويسه بنتكلم عليها دايما، واول ما بيبقى فيه اي انجاز للنادي الاهلي بنشيد بكابتن محمود الخطيب اول واحد. ولكن الاخفاق، اكتر اخفاق بيحصل دايما لكابتن محمود الخطيب ودايما نتكلم عليه، وهو المهاجم. احنا بقالنا كام سنه بنقول عايزين مهاجم عايزين مهاجم عايزين مهاجم، الاهلي محتاج مهاجم. احنا بنفقد النقاط وبنخسر المباريات وبنتعادلها بسبب ان انت بيجيلك فرص كتير قوي ما تعرفش تجيب ولا فرصه فيهم. والفكره في ده كله ان انت يبقى عندك بس مهاجم، وده طلب بسيط جدا من كابتن محمود الخطيب. يعني احنا بقالنا 8 سنين على ما اظن بنطلب ان احنا نجيب مهاجم. لما جه كابتن محمود الخطيب وفكر يجيب لنا مهاجم، انا فاكره جاب لنا والتر بواليا من الجونه، حاجات كسر. يجي المره دي معرفش يخلص راس حربه كويس، يقوموا ايه جايبين مودست عنده حاجه و30 سنه خلاص يعني هيعتزل، تمام. فاللي هو كلها حاجات اللي هو كأن بيسكت الجماهير. ولكن هو فين المهاجم؟ انت عارف ان انت مباريات كتير لو كان عندك فيها مهاجم انت غالبا يعني انت مش هتخسر يعني مفيش فرقه ما تخسرش في العالم، بس انت بجد الموضوع هو كده كده الموضوع خساره نادر مع النادي الاهلي دايما الحمد لله يعني، بس ما شاء الله. بس انا بتكلم كان الموضوع هيبقى نادر اكتر. انت مباراه زي دي لو كان عندك فيها راس حربه مهاجم، مع السلامه، انت في نهائي كاس العالم للانديه، انت فرقه متكامله. انت دايما اللي ناقصك هو المهاجمين. انت امبارح ما كنتش سيء على فكره. امبارح انت بالنسبه للفرقه اللي بتلعب قصادك، الفرق البرازيليه عموما، البرازيل او بطل امريكا الجنوبيه بقى، بطل امريكا الجنوبيه اللي طلع منها يعني ياما لعيبه كتير جدا زي ميسي ومارادونا، بيطلع منها نجوم زي نيمار، وكان في مارسيلو امبارح، ونجوم العالميه المهاريه. بطل القاره دي كان بيلعبك، فهي فرقه قويه جدا، فرقه بتلعب على الارض حلو قوي، بتلعب على الارض. يعني انا يا جماعه اللعيبه بجد يعني هم حافظين اماكن بعض، يعني هو من غير ما يبصوا له وعارف ان زميله واقف في الحته دي، وهم حافظين بعض، بيبصي على طول الباص سهل ما بينهم هم الاثنين. طبعا الكره الثانيه امبارح ما كانتش ليك ابدا، كل ما تطلع كره من البوكس هم اللي ياخدوها. كانت فرقه منظمه امبارح وبتلعب على الارض حلو جدا، وبتبني كمان الكره من ورا كويس جدا. لكن انت امبارح لعبت كويس، انت قعدت للدقيقه 70 انت محافظ على نظافه شباكك، انت لا انت بتلعب كويس، انت مدافع كويس، انت بتروح بفرص. معنى ان انت بتروح بفرص ان انت كنت كويس ومتواجد في الملعب. ولكن بقى اللقطه الاخيره حسين الشحات جات له كورتين، كهربا الكره اللي جات له براسه مش ممكن. انت في كورنر اتلعب المدافع شالها بصعوبه بصراحه، وشالها كانت خلاص يعني يعتبر داخله الجون. طبعا مش عايزه اتكلم بعد ضربه الجزاء والكره بتاع بيرسي تاو اللي هي كانت اخطر كوره واكتر كوره كانت المفروض تبقى مؤكده وهدف مؤكد. لو كان شاطها في اي حته في ما بين الثلاث خشبات كانت هتدخل، هو لكن هو شاطها في الاحتمال الوحيد اللي مش هتدخل فيه، في نص الجون بيدي على الحارس. فانت جاي لك فرص كنت ممكن تخلص منها مباراه، كنت ممكن تسجل، ولكن لافتقادك للمهاجم اللي بيخلص الفرص انت وصلت للمرحله دي. طبعا انا مش عايزه اعيش في جو المؤامره اللي هو مثلا احنا علينا مؤامره والجو ده، لان ده مش من طبيعه جمهور الاهلي. بالعكس احنا دايما لو حد فينا اتكلم على التحكيم ساعات البعض بياخدها من جمهور الاهلي ذات نفسه ان دي اهانه لينا، ان احنا لا احنا مش بنتحجج بحكام، لا احنا ما ينفعش ان احنا نتكلم على حكام. ولكن دي مش حقيقه. انت تتحججش دايما بالحكام، الحكم هو سبب في خسارتك، لان امبارح مش الحكم هو السبب في خسارتنا، ولكن كان جزء كبير ومتسبب برضو في هزيمه النادي الاهلي. انت لما يبقى ليك ضربه جزاء مؤكده الشوط الاول، الحكم حتى ما يروحش يشوفها للفار، احنا مش بنتحجج بان الحكم هو اللي خسرنا، لا مش الحكم هو اللي خسرنا، ولكن لا كان ليه دور في ده. انت لما لعيبه فلومينزي طول المباراه كعان 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 ومفيش انذار بيطلع. انت لما كينو يجي يدوس على وش رجل اللاعب على وش رجله طول الشوط الاول اللي المفروض فيها طرد وما ياخدش طرد، اللعيبه دي كلها بالكعان ده كله ما ياخدوش انذارات. اللعيبه العاديين بيضيعوا وقت في الملعب وما ياخدوش انذارات، وانت اول غلطه ليك قدام في البوكس هو حتى ما راحش شافها تاني مع ان فيها كلام، لا هو على طول ضربه جزاء.
فانا ده انا افهم منه ايه. لكن طبعا كلنا عارفين التحامل ده جاي بسبب ايه. هو النهائي كان مرسوم، اتحاد جده اللي بيلعب على ارضه طبعا الاتحاد جده السعودي هيبقى قصاد مانشستر سيتي، جه النادي الاهلي وافسد كل المخططات دي. فاحنا عارفين طبعا ده اكيد كان سببه ايه، التحامل على النادي الاهلي من قبل حكم المباراه. لكن نرجع تاني لفكره المباراه. انت امبارح ياسر ابراهيم مان اوف ذا ماتش، شابوه يا ياسر، من اقوى ماتشات اللي شفت فيها ياسر ابراهيم. تصدى الكور كتير جدا كانت هتدخل البوكس وكانت هتبقى خطيره، بيقدم ماتش عمره امبارح ياسر ابراهيم. محمد الشناوي امبارح قدم مباراه كويسه جدا ومباراه جميله جدا، وتصدى الكور كتير برده كانت خطيره. ضربه الجزاء هو رايح معاها، ولكن هو يعني لعب حاططها بطريقه ما تتصدش، حاططها بطريقه رائعه. حتى هو واقف من قبلها، هو يعني عملها بتكنيك كمان يعني غريب جدا وتكنيك صعب، ولكن رغم كده كان الشناوي رايح معاها. ولكن طبعا الحظ ما حلفوش والتوفيق ما حلفوش. ولكن لاعبين النادي الاهلي كان في لعيبه كويسين، ولكن عن الجهه الاخرى كان في لاعبين لا مش في حالتهم، زي امام عاشور ما كانش في حالته. ولكن لما نيجي بقى الكهرباء بيرستاو وحسين الشحات، تقريبا الماتش ضاع ما بين الثلاثه دول، وهم السبب الرئيسي في ضياع المباراه. ومش بقول من كده ان هم وحشين او بقى في جزء من الجمهور طلع يا عم كهرباء امشي، ده انت ضيعتنا، ده انت مبهدلنا، وناس طلعت برده لحسين الشحات وناس طلعت لبيرستاو. لا يا جماعه، هو مش من مباراه بتقعد تقطع في لعيبتك ان انت تنزلهم سابع ارض. طب ما هو الماتش اللي فات حسين الشحات جايب جون جامد جدا قدام اتحاد جده وبرده ساعد في فوزك، وهو الجون الثاني اللي كان قتل المباراه. امام عاشور جايب الجون الثالث الماتش اللي فات. انا ما شفتش ناس كتير بتنتقد امام بصراحه، بس هم كانوا بيتكلموا ان هو مش في حالته، لكن امام عاشور كان ليه دور في المباراه. كهرباء الماتش اللي فات هو اصلا كان السبب الغير مباشر في الثلاث اهداف، وجايب اسيستين، هو اللي جايب ضربه الجزاء. بيرسي تاو دايما ليه اداء كويس جدا معاكم، ماتش اتحاد جده كان هو اكتر واحد في الشوط الاول اصلا شغال. فهم كلهم لعيبه كبيره ولاعيبه ان شاء الله يكملوا معانا ويبقوا ادائهم موفق اكتر من كده. ولكن امبارح لا، هو الماتش ضاع بسبب الثلاثه دول من وجهه نظري. حد فيهم بس كان ركز في كوره واحده من اللي جات له، كان المباراه دي هتبقى سهله جدا بالنسبه للنادي الاهلي. ولكن ده اللي ما حصلش نهائي. مارسيل كولر بالنسبه لي قدم مباراه كويسه جدا ومباراه جيده جدا، لان يا جماعه فلومنزي من الفرق القويه جدا، وعموما الفرق البرازيليه احنا عارفين ان هم اقوياء ازاي. عشان كده انا بشيد بمارسيل كولر، لانه امبارح ان انت توصل للاهلي ان هو قدام فرقه زي دي، يروح بقى احصائيات اخر الماتش ان انت شايط 13 كوره على الفرقه دي، لا ده معدل كبير جدا. السبب في ده كله في خسارتك ايه؟ انا زي ما قلت هو اهدار الفرص. طبعا انا عارفه قد ايه انتوا متضايقين بسبب المباراه دي، لان كلنا جميعا كنا متعشمين في ان النادي الاهلي يوصل المره دي النهائي، خصوصا ان احنا وصلنا المرحله دي 3 مرات مع الجيل ده. بس قبل كده فكره نص النهائي، مره امام بايرن ميونخ، ومره قدام بالميراس، ومره قدام ريال مدريد، وامبارح كانت قدام فلومنزي. فانت المفروض انت كلاعب خدت خبرات عن نص النهائي بتاع كاس العالم الانديه ده كتير قبل كده. بايرن ميونخ وريال مدريد ما كانش في الحسبان ان انت تصعد منهم اساسا، بعيدا عن انت ماتش ريال مدريد، بعيدا ان انت خسرت 4 في جونين جايين في الوقت بدل ضايع. انت لغايه الدقيقه 90 انت كنت 2-1، ويعني جبت جول من ضربه جزاء، وكمان كنت رحت فرص خطيره كتير جدا على ريال مدريد، منهم كره قفشه اللي كانت هدف مؤكد ولكن طبعا اهدرها. فلا كان مباراه والله فيها نديه. ولكن سيبك من دول، انت كمان شفت قبل كده ولعبت قدام بالميراس، كان فريق برازيلي في نص النهائي، ولكن انت جيت امبارح ما قدرتش برده ان انت تعدي للاسف. ان شاء الله نوصل السنه الجايه نعمل اداء كويس جدا بالنظام الجديد، بنظام المجموعات اللي على راي كابتن عماد متعب. انا شايفه ان النظام ده هيبقى عادل اكتر بكتير، ان الفرق كلها هتلعب عدد مباريات زي بعض بالظبط. مش بقول ان ده سبب خسارتنا مثلا ان احنا بنلعب ماتشات اكتر مثلا فرق البرازيل وفرق اوروبا والكلام ده، لا انا بتكلم في العموم ان كله هيلعب زي بعض والموضوع هيبقى متساوي تماما، وهتبقى تجربه جديده. فان شاء الله السنه الجايه الموضوع يبقى افضل، ويبقى كابتن محمود الخطيب بقى جاب لنا مهاجم عادل جاب لنا مهاجم نعتمد عليه اعتماد فعلي، ويقدر ان هو يخلص لنا ماتشات مهمه وكبيره زي دي. فان شاء الله البطوله الجايه تبقى افضل للنادي الاهلي. وطبعا النادي الاهلي هيلعب على الثالث والرابع، ان شاء الله نقدر ان احنا ناخد الميداليه البرونزيه. ولكن بصوا تخيلوا كده مثلا النهارده مانشستر سيتي تخسر تقابلنا في الثالث والرابع اللي هو اصل انا مثلا امبارح صبرت نفسي بايه، يمكن مثلا كنا هنتاهل النهائي وجينا مانشستر سيتي مثلا تكسبنا سكور مثلا 7 ولا 8، انا ساعتها وانا خسران 7 و8 وباخد ميداليه فضيه ولا هفرح بيها. انا خسران 7 8 ايا كان خسرانها من مين، انا ما بخسرش كده. فيمكن ايه رب ضارات نافعه يعني. ولكن ان شاء الله النادي الاهلي يقدر ان هو ياخد الميداليه البرونزيه. ولكن تنتظروا بالليل حلقه ناريه هتكلم فيها عن اتحاد جده وجمهورهم، واتكلم برضو عن جمهور نادي الزمالك وتعليقاتهم وتحفيلهم بعد مباراه النادي الاهلي امام فلومنزي البرازيلي. وطبعا في النهايه احب ان انا افكركم ان انتوا تدعوا لاخواتنا في فلسطين. انا عارفه اكيد هم في بالكم دايما ان انتوا ما بتنسوش ان انتوا تدعوا لهم، ولكن ادعوا لهم ان شاء الله ربنا ينصر اخواتنا في فلسطين، ينصرهم على اعدائهم، وكلنا معاكم. دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى الحلقه النهارده تكون عجبتكم. كانت معكم طه النجار، مع السلامه.